هنتكلم النهاردة عن تعريفين بنشوفهم كتير جدا في عملية الإنتاج، وهما الكومباكتنج والسيفنج. أثناء تحضير المستحضر بنعدل البودر على سيفتر عشان نفصل الحبيبات أو الجرانيولز الكبيرة عن الصغيرة، وبعد كده بندخلها على ماكينة رول كومباكتور عشان أعمل لها عملية دراي جرانيوليشن. والرول كومباكتور نفسه بيكون فيه سيف عشان اتحكم في حجم الحبيبات او الجرانيولز اللي بتخرج منه. بالتالي السيفنج هي عملية سايز سيبريشن اللي بنفصل فيها الأحجام المختلفة من الجرانيولز عن بعضها، لكن الكومباكتنج هي العملية اللي بيتم فيها تحويل الفاين باودر إلى جرانيولز عن طريق ضغط البودر بين تو بريشر رولرز، وبعد كده بيحصل لها عملية السيفنج عشان أطلع السايز أو حجم الجرانيولز المطلوبة اللي هتكون مناسبة معايا لعملية الإنتاج. وده كده ملخص بسيط جدا لمفهومين أو تعريفين هتشوفهم كتير جدا في عملية الإنتاج في مصانع الأدوية، وهو الكومباكتنج والسيفنج.